السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. معظمنا سمع المثل اللي بيقول من خاف سلم. للأسف هنا في مغالطة كبيرة جدا كلنا بنقع فيها. المقصود من المثل ده ان هو يقول لك خاف من المخاطرة غير المحسوبة، بمعنى انك انت لو معاك فلوس معينة وعايز تفتح بيزنس خاص، فوقتها ما ينفعش انك انت تجاسف بالفلوس ديت وتروح تحطها كلها في المكان ده من غير ما تحسب ومن غير ما تعرف راسك من رجليك او ايه العوائد اللي هتحصل وايه المشاكل اللي ممكن تقابلك والكلام ده كليته. فلازم تكون في دراسة جدوى بحيث انك انت تكون في السيف سايد او في الجانب الامن، وعشان كده المثل ده موجود. من خاف سلم هو ده المقصود به، ولكن بسبب مفهومنا الخاطئ للمثل ده استخدمناه وعممناه على الحياه او على الواقع كله. كل واحد بيحاول ان هو يجرب نقول له من خاف سلم، فما تحاولش، ما تجربش. ولكن في الحلقه ديت ان شاء الله هنشرح ايه هو الخوف، او هنتكلم عن ايه اللي بيحركني وبيحرك معظم الناس. يلا بينا نبدا. الخوف هو مشاعر اساسيه في تركيبات كل واحد مننا، حاجه لا يمكن ان احنا نستأصلها من اجسامنا او من حياتنا او من وجودنا. الخوف هو المحرك الاساسي لكل الناجحين، بل لينا كلنا في العموم. خوفك انك انت تصعد بيخليك تقوم تذاكر وتقوم تجتهد وتذاكر من الفجر. خوفك من الدكتور اللي يسقطك في الماده بيخليك تروح تشتري الملزمه بتاعته او الكورس بتاعه، ويخليك برضو خايف انك انت تساله وهو بيشرح المحاضره، برضو بيخليك ما تطالبش بحقك ده. خوفك على مستقبلك بيخليك عندك هوس بالانتاجيه والاستثمار من بدري، وانك انت تتحرك وتتعلم حاجات جديده او مهارات كتيره. خوفك على الكرسي بتاعك بيخليك انك انت اوقات كتير بتباطل او انك انت تعمل حاجه خارج الاخلاقيات بتاعه المهنه. ما بقولش ان ده صح، ولكن ده بيحصل كتير. خوفك انك انت تشيل مسؤوليه وما تكونش قدها او يثبت انك انت مش قدها بيخليك عندك مفهوم مغلوط عن فكره الزواج. خوفك برضو على وظيفتك بيخليك تكون مطيع لاوامر المدير بتاعك وتسلم كل المهام بتاعتك في وقتها. فكل الحاجات ديت الدافع لينا فيها هو الخوف، والخوف في كل الحالات ديت هو خوف معنوي. لو هنقسم الخوف لنوعين فهيكون النوع الاول جسدي والنوع الثاني معنوي. النوع الاول اللي هو الخوف الجسدي ده بيظهر على هيئه اكشن انت بتشوفها او حاجه انت تقدر تشوفها. على سبيل المثال لما ايديك بتقرب من النار بتبعدها على طول، لما بتشوف حيوان مفترس بتبعد عنه او بتجري باقصى سرعه عندك، وده ليه ارتباط شويه بالكيمياء بتاعه المخ، وانك انت في الوقت ده بيفرز هرمون تقريبا الادرينالين او الكورتيزون حاجه زي كده، بيخليك ضربات قلبك تزيد وانك انت تجري باقصى سرعه. وقتها بتجري فعلا، والوقت ده الدافع ليك هو بيكون الخوف. برضو لو لا قدر الله حصل حادثه او حصل حريقه في مكان ما، خوفك برضو انك انت تخش وممكن لا قدر الله تتوفى في المكان ده او بسبب الكهرباء او بسبب الحريقه دي، بيخليك برضو ما تروحش تنقذ الشخص ده. برضو لو في حد شغال مثلا في مجال زي الحداده او هكذا، خوفه من الشراره اللي تيجي في عينيه بيخليه يغمض على طول. او خوفك لما واحد يخبطك بطوبه او يطوح عليك طوبه بيخليك تغمض عينيك. كل الحاجات ديت هو خوف جسدي. اما الخوف المعنوي فهو خوف جواك، زي انك انت خايف انك انت تسقط، او انك انت خايف انك انت تفشل، او خوفك من التجربه، وخوفك من حاجات كتير معنويه ما بتكونش ظاهره. كل الحاجات اللي كانت في الخوف زي الطوبه، الشراره، النار، فديت حاجات انت شايفها بعينيك، ولكن الفشل والخوف من السقوط كلها حاجات ما بتقدرش انك انت تشوفها بعينيك. فالدافع لينا في كل الحالات ديت وحالات تانية كتير مش هنقدر نذكرها في الفيديو ده هو الخوف، انك انت بتكون خايف وبالتالي بتقوم وتتحرك وتاخد اكشن. اوقات كتير بقى الخوف ده بيكون اما انه لصالحنا او ضدنا، اما ان احنا نقدر نستغله في مصلحتنا ونعمل حاجه كويسه، او ان هو يحركنا ان احنا ناخد خطوات سلبيه او خطوات مش كويسه. لو انت هتاخد الخوف ده او مشاعر الخوف ديت لصالحك، الخوف ده هيخليك تقوم تذاكر. خوفك من انك انت تسقط بيخليك تقوم تذاكر. في موقف كده بيحصل يعني على سبيل الفكاهه، تيجي تقول له يا ابني ما تذاكر، انت عندك امتحانات بكره، فيقول لك لا يا اسطى انا مش خايف، لا انا مش قلقان. فوقتها انت بتنصدم، يا ابني انت مش خايف على مستواك، قوم ذاكر. يقول لك لا يا عم انا مش قلقان ومش اي حاجه. هو فعلا بيتكلم صح، ان هو لو خايف فعلا هيقوم يذاكر، وهتلاقيه بيجتهد، وهتلاقيه بيصحى من الفجر، وهتلاقيه مطبق اليوم بيومين ورايح قلقان ومتوتر ومش عارف يتكلم معاك. ما اقولش انك انت تكون خايف قوي لدرجه القلق والحاجات ديت كلها، ولكن اللي اقصده انك انت الخوف هو اللي هيخليك تقوم وتعمل الحاجه اللي انت المفروض تعملها. في الحاله ديت المذاكره، انك انت لازم تقوم تذاكر. هتقوم تطور من نفسك وتتعلم مهارات كتير بحيث انك انت تقوي من نفسك ومن مهاراتك في سوق العمل، وانك انت برضو توصل لوظيفه كويسه براتب كويس، وانك انت تشتغل فريلانسر على سبيل المثال. فالدافع انك انت تعمل الحاجات دي كلها وتتعلم الحاجات دي كلها هو الخوف. خوفك برضو على جسمك وعلى صحتك، انك انت توصل لسن ال60 او ال70 وانت مش قادر او بصحه مش كويسه، او انك انت تقعد تكشف كتير، او انك انت تكون تعبان بشكل ما. وده اللي هيخليك تبني عادات صحيه كويسه، انك انت تحافظ على روتينك في الانشطه او ممارسه الرياضه، هيخليك برضو تاكل اكل كويس. وهكذا برضو خوفك انك انت تقابل ربنا مثلا وانت مش مستعد، او انك انت ما تكونش معاك اعمال صالحه كفايه تدخلك الجنه، هيخليك
تقوم تتحرك وتصلي وتلتزم وتعمل كل الاعمال الصالحه وتطلع زكاه وما تاكلش مال اليتيم وما تاكلش برضه حق اخواتك، ده يخليك تقوم تتحرك وتلتزم اكتر. في الحاله ديت احنا استخدمنا الخوف ده لصالحنا، ما استخدمناهوش ضدنا. على النقيض بقى لو الخوف ده هيعمل ضدنا او هنستخدمه كسلاح ضد انفسنا، هتخاف انك انت تاخد تجارب جديده لانك انت هتخاف من الفشل او انك انت تفشل، وبالتالي لما هتكون فاشل ثقتك بنفسك تقل وجلدك نفسك يزيد، وبالتالي توصل في نهايه المطاف انك انت تحس بعدم الاستحقاق، وبالتالي يوصل بيك بنهايه المطاف للانتحار. اوقات كتير بيحصل الموقف ده. اوقات كتير برضو بتشوف ناس بتنام كتير، وقتها النوم الكتير ده دلاله على ان الشخص ده خايف يتعامل مع البشر اللي حواليه، مش عايز يتعامل مع الناس لان الناس تعاملهم مش كويس، هيقابل ناس او اشخاص سيئين وبالتالي مش هيقدر يتعامل معاهم بالشكل الكويس. برضو هينام كتير عشان يتجنب المشاكل، معتقد ان هو بمجرد ان هو هينام هو خلاص على كده مفيش اي مشاكل، ولكن يعني ده مش صحيح خالص، ولكن خوفه ده بيخليه ينام كتير. اوقات برضو بتشوف ناس بتقرا كتير. الدافع هنا مش المعرفه او ان هم يقراوا عشان القراءه في حد ذاتها، ولكن برضو الخوف هو الدافع ليهم ان هم يقراوا كتب كتير. ويمكن الحاله دي موجوده شويه عندي، ان انا ما بحبش اتعامل مع الناس وجها لوجه كده او فيس تو فيس، وبالتالي بلجأ ان انا بروح اقرا كتب. يمكن الكتب برضو من الحاجات اللي بهرب من العالم ليها، ولكن برضو انا بقرا للاستفاده وان انا اشارك المعرفه وان انا اتعلم وان انا اطور من نفسي وشخصيتي. ولكن زي ما قلت ان في حالات كتير القراءه بتكون مهرب ليها، وهتلاقي معظم الناس دي بتقرا روايات على طول او روايات خياليه، او ان هم بيبقى عايزين يروحوا عالم تاني خالص بعيد عن العالم اللي فيه البشر او الواقع او الحقيقه المره، واللي هي يعني للاسف لازم نتقبلها كجزء من حياتنا وكجزء من الواقع اللي احنا فيه. وبكده اكون شاركت معاكم ايه اللي بيحركك وايه اللي بيحركني وايه اللي بيحرك معظم الناجحين. حتى كان في مقوله بتقول ان المحرك الاساسي لكل الناجحين هو الخوف، ولكن الخوف الايجابي مش الخوف السلبي. الخوف الايجابي اللي نستخدمه لصالحنا، الخوف الايجابي اللي يخلينا نتحرك ونعمل اكشن وناخد خطوه ايجابيه في حياتنا، خطوه تساعدنا في تطوير نفسنا وتطوير شخصياتنا، ان احنا نتلائم او نتواكب او نواكب العصر اللي احنا فيه والواقع المرير اللي احنا فيه. فما تخافش انك انت تجرب كتير، وحاول انك انت تستغل الخوف لصالحك مش لضدك. وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبك الحلقه ما تنساش سبسكرايب ولايك وشير، وقول لي رايك في كومنت، وقول لي هل انت مع المثل بتاع من خاف سلم ولا انت ضده، وهل فعلا فهمنا للمثل ده زي ما هو كان يقصدوه، هل فعلا ده صح ولا ان هو لا احنا استخدمناه استخدام خاطئ. وللعلم عامل الفتره الزمنيه اللي كان فيها المثل بيشكل جزء كبير من الحقيقه او مصداقيه الكلام ده او مصداقيه المثل ده. يعني ممكن يكون المثل ده ينفع في عصر ما ولكن في عصر تاني ما ينفعش، وبالتالي فهم الاجيال اللي جايه للمثل ده بيكون خاطئ لان حصل تطورات كتير، وبالتالي الفهم دايما بيكون مشوش كده او ما يوصلش الرساله زي ما هم كانوا عايزين. بس كده نشوفكم في الحلقه الجايه. سلام. من الحاجات اللي بتحركني غير الخوف او ان انا خايف، التجارب الجديده بتخليني اتعلم حاجات جديده، وبالتالي معرفتي بتزيد، وبالتالي باخد على اساسها قرارات بتخليني ثقتي بنفسي تزيد. زي ان برضو شغفي للتعلم برضو ده بيخليني شويه موتيفيتد اكتر ان انا اتعلم كتير. برضو الحاجات اللي بتحركني ان انا اشوف فيديوهات تحفيزيه كتير، برضو الحاجات اللي بتحركني ان انا اشوف فيديوهات تعليميه كتير. برضو حاجه من الحاجات اللي بتحركني ان انا اكون اكتف شويه، وبالتالي لما اكون اكتف بتحرك اكتر، وبالتالي بكون متحمس اكتر ان انا اتعلم او اخوض تجارب جديده. وحاجه من الحاجات اللي بتحركني برضو القهوه، ممكن نقول انها بتحركني برضو. وبرضو من الحاجات اللي بتحركني هي القرايه، ان انا بقرا بشكل مستمر، وبالتالي لما بقرا شويه ديت بتديني زقه او بوش للامام. وخاصه برضو الكتب بتاعه تطوير ده من الحاجات اللي بتحركني جدا جدا جدا. وبس كده، ما فيش اي حاجه تاني. نشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.